مساء الخير، معاكم كريستين وهقول لكم كل حاجه عن التسويق وازاي ان انت تسوقي من بيتك اونلاين من غير اي مشكله. واي مشكله بمعنى اصح هنلاقي لها حل. لكن اهم حاجه لازم نعرف مبدئيا يعني ايه تسويق. التسويق مبدئيا موجود في كل المجالات اللي موجوده حوالينا. بمعنى اصح حتى الدكتور بيسوق لنفسه. الدكتور مش هيعرف يشتغل إلا لما يكون حد مسوق له او ان هو مسوق لنفسه بشغله بشطارته. المدرس برضو لازم يسوق لنفسه. اي مجال موجود لازم يكون فيه تسويق. فلو انت جيتي وقلتي انا ما بحبش تسويق بس عايزه اشتغل من البيت، مش هتلاقي. ان اهم حاجه عندنا التسويق. التسويق بسيط جدا جدا جدا، وعلى قد ما هو بسيط فهو ممتع ومربح جدا جدا جدا، بس لو اشتغلناه صح. في التسويق عموما لازم يكون عندك 4 حاجات اساسيه. يعني لو انت واحده بتشتغلي اونلاين دلوقتي، تعالي نفكر مع بعض. عندك منتج، اهم حاجه في التسويق لازم يكون في منتج. اصل ما هتسوقي ايه؟ هتسوقي الهوا؟ هتسوقي صور من على النت انت حتى ما شفتيش الخامه ولا المنتج ده، ما شفتوش ما مسكتوش بايدك. يبقى اهم حاجه علشان ما تقعيش في اي غلط او ما تقعيش في اي خطأ ان انت تجيبي منتج وما يطلعش زي ما انت كنت عايزاه. ان اهم حاجه ان انت تشوفيه وتمسكي المنتج ده بايديكي. يبقى ده مبدئيا. تاني حاجة لازم تكوني محددة السعر المناسب في المكان المناسب. يعني ما ينفعش ان انت تجيبي مثلا برفان ب40,000 جنيه، والاسعار دي احنا دلوقتي بنشوفها كتير، وتسوقيها في منطقة شعبية. لا، طبيعي جدا ان انت الناس البسيطة دي مش هتقدر ان هي تشتري المنتج ده، ولو لقيتي الواحد مش هتلاقي التاني. يبقى لازم مبدئيا كده ان انت تدوري على المكان المناسب اللي انت هتسوقي فيه المنتجات بتاعتك. تالت حاجة الترويج. لازم تعرفي انت هتروجي للمنتج ده ازاي. هل عن طريق الفيس؟ هل عن طريق جيرانك؟ هل عن طريق مثلا اي موقع تاني؟ بس انا اقولك على حاجة، ان انت لازم تشركي كل المواقع ديت في بداية شغلك. بمعنى اصح لازم يكون عندك جروب فيس، لازم يكون عندك واتساب، لازم تكوني معرفة جيرانك، لازم تكوني معرفة اهلك ان انت هتشتغلي في المنتج ده، علشان ما يدوروش عليه بره. لا، هم عارفين ان فلانة هي بتشتغل في المنتج ده، فاي حد هيكون عايز هيجيلك على طول. طيب اخر حاجة عندنا التوزيع. هتوزعي المنتج ده ازاي؟ هل انت هتتفقي مع مثلا مع مندوب، ولا هتتفقي مع شركة شحن؟ طب ولو جالك حد من اسوان عايز يشتري المنتج بتاعك وانت ساكنة هنا في القاهرة، هتعملي ايه؟ يبقى لازم تكوني عارفة انت هتوزعي المنتجات بتاعتك ازاي، عشان برضو ما ينفعش ان انت بعد ما تقولي على الناس وبعد ما تعملي عمليات التوزيع سوري الترويج بتاعتك، وتكوني نشرة ان انت عندك المنتج ده، حد يجي يطلبه منك تقولي له لا انا مش هقدر اديهولك. فمبدئيا كده لازم تكوني عارفة انت هتودي المنتج بتاعك لأي محافظة ازاي. وفي نفس الوقت على فكرة الموضوع الشحن دوت بقى موجود منتشر جدا. يعني انت حتى لو وديتيه عن طريق البريد المصري، ده رخيص جدا جدا ومنتشر جدا في كل مكان. بس مبدئيا كده بقى تعالوا نشوف حاجة حاجة. المنتج بتاعي ما ينفعش ان انت تجيبي صورة وتروجي للصورة دي. يعني ما ينفعش مثلا ان انت تقولي ان انا هشتغل في الملابس، وتجيبي صور من على النت انت حتى ما شفتيش الخامة، وما شفتيش حتى المصنع ده بيعمل ايه او بيشتغل ازاي، او المنتجات بتاعته شكلها ازاي، لما تمسكي القماشة بتاعتها شكلها ازاي. يبقى اهم حاجة لما تيجي تسوقي المنتج لازم تكوني عارفة عنه كل حاجة. لازم تكوني اهم حاجة كمان جربتيه. ومش لازم كل المنتجات بتاعت المصنع ده او بتاعت الشركة دي تكوني جربتيها، بس على الاقل بنسبة 10% جربتي المنتجات بتاعته. يعني مثلا لو مسكنا في شركات التجميل، في شركات تجميل كتيرة جدا بيع مباشر، فلازم على اقل حاجه ان انت تكوني مجربه منتج ولا 2 منها عشان تقدري تتكلمي حتى عنهم. انت ممكن تسوقي المنتجين بس من المنتجات بتاعتهم كلها، يعني مش لازم ال 500 منتج اللي عندهم ان انت تسوقي لهم. امسكي منتجين، امسكي منتج واحد، المنتج اللي انت جربتيه، لان المنتج ده هو ده اللي انت هتعرفي تتكلمي عنه. فنخلي بالنا من النقطة دي كويس جدا جدا، باني لازم اكون مجرب المنتج قبل ما ابتدي ابيعه.
ان ده بيحصل مشاكل منه كتير جدا، بالذات مثلا في الادوات المكياج، البرفانات، الملابس، حتى المنتجات البلاستيك. على فكرة المنتج البلاستيك لو انت مش عارفة خامته، انت ممكن تلاقي في الصورة حاجة وفي الواقع حاجة تانية خالص. فعشان ما تخسريش الزبون بتاعك وما تخسريش بداية شغلك، فلازم تجربي على الأقل 10% من المنتجات بتاعتهم. دي مبدئيا في البداية كده هوت في المنتجات بتاعتنا. طيب بالنسبة للسعر، السعر بتاعي حتى لو أنا هعمل مكسب، لازم في بداية شغلي يكون المكسب بسيط. يعني لو أنا مثلا نقول مثلا على برفان، ما ينفعش أحط مكسب 100 جنيه في البرفان في بداية شغلي. طب وليه؟ طب ما أنا هلاقي اللي حواليا اللي هو كسب كتير، أو هلاقي اللي حواليا اللي هو مفكر صح في عملية التسويق ودارسها بيبيع بسعر أقل مني. يبقى أنا برضو كده هوت ما خدتش ثقة الزبون عندي. يبقى مبدئيا كده لازم ان انا اشوف او احط مكسب قليل جدا، مكسب قليل جدا بذكاء، علشان اقدر اوزع المنتج بتاعي. حتى يعني انا مش هقدر اقولك حط جنيه ولا اتنين، لا طبعا في الزمن دوت مش هيعملوا حاجة. بس مبدئيا لازم تشوفي ولو مكسب حاجة بسيطة. يعني ممكن مثلا، يعني انا مش عايزه اقول لك مبلغ ان يعني انا معرفش امكانياتك ايه ومعرفش المنتج اللي انت هتبيعيه ده ايه، بس ممكن نحط مثلا 10 جنيه مكسب، 5 جنيه مكسب في البدايه. في البدايه لازم يكون بدايتك كده. ومع معظم الشركات لازم ما يكونش فيه مكسب في البدايه خالص، عشان تقدري ان انت تبيعي وتعملي زبون ليكي. بس طبعا دي حرية شخصية ليكي. فمبدئيا هنحط مكسب قليل عشان اقدر اجمع الزباين بتوعي، واقدر يكون عندهم ثقة ليا، وما يدوروش بره لما يقارنوا السعر بتاعي بالسعر الناس اللي حواليا حاطينه. وده المفروض ان انت تكوني دارساه. يعني لو انت هتبيعي مثلا ملابس، شوفي المحلات اللي حواليكي اسعارها ايه، شوفي الاماكن اللي حواليكي اسعارها ايه. لازم تحطي المكسب البسيط في الأول. منتجات بلاستيك، مكياجات، أي حاجة أي حاجة، لازم تكوني حاطة المكسب البسيط في البداية عشان تقدري تعملي ليكي زبون. وفي نفس الوقت ما تاخديش المجال بتاعك يكون منتشر في المنطقة اللي انت هتبيعي فيها. يعني مثلا لو انت ساكنة مثلا حواليك 4 بيوت، ما ينفعش ان انت مثلا تبيعي لل4 بيوت دولت ويكون فيهم 5 بيشتغلوا نفس المجال بتاعك. يبقى انت كده مش هتكسبي. حتى لو حطيتي مكسب قليل مش هتعرفي ان انت تزودي مكسبك خلاص كده. فيبقى فكري ان انت ازاي تحطي او تختاري المنتج بتاعك على اساس الناس اللي انت هتبيعي لهم. يعني مثلا لو حواليكي 5 بيبيعوا شربات، حاولي انت تغيري، دوري على المجال التاني اللي انت تقدري تبيعي في وسطيهم. اكيد الاشاربات محتاجة دبابيس مثلا، يبقى انت دوري على الدبابيس بتاعة الطرح اللي هي بيبقى عليها اشكال دي. لو مثلا حواليكي 10 عرايس وفي 5 بيبيعوا لهم ادوات مكياج، يبقى انت خليكي الستة اللي تبيع لهم منتجات بلاستيك او مفارش او ملابس. خليكي دايما مختلفة على الناس اللي حواليكي، خليكي دايما التكميلية اللي هما ما يقدروش يستغنوا عنك في اي مجال من المجالات. بالنسبة للترويج، لازم تنتشري، لازم تنتشري. زمان ما كانش فيه ولا فيسبوك ولا موبايلات حتى، بس كان الناس بتبيع كتير. وكانوا يعني انا افتكر زمان كان في حاجة اسمها الشنطة، اللي هي واحدة ست وبتاخد تبقى واخدة شنطة معاها وحاطة فيها المنتجات بتاعتها وبتلف على المصالح الحكومية. دي زمان ممكن انتوا تكونوا فاكرينها كمان. فحاجة زي كده دلوقتي مش موجودة، بس على الرغم ان هي كانت بتلف وبتدور وبتعمل ليها زبون بالمنتج بتاعها اللي هو ماسكه وشايفه بايده وبالسعر المناسب اللي هو افضل من المحلات اللي حواليهم. وفي نفس الوقت هي اللي كانت بتنشر المنتج، يعني هي اللي كانت بتعمل عملية التسويق لنفسها. فمبدئيا كده لازم ان انت تقومي بكل حاجة. يبقى عندك منتج، السعر، لازم انت اللي هتقومي بعملية التسويق لنفسك.
اخر حاجة التوزيع. في عندي شركات شحن كتيرة، وشركات الشحن الكتيرة دي ممكن هما دول يساعدوكي ان انتي توزعي المنتجات بتاعتك. شركات كبيرة، في شركات بتاخد مبالغ كبيرة، وممكن تستغني عن الشركات دي وتبتدي انت توزعي بنفسك بمبلغ بسيط. يعني مثلا لو هتقابلي مترو، لو هتروحي مثلا مكتب البريد. مكتب البريد اسعاره على فكرة قليلة جدا جدا، والحاجة بتوصل مظبوطة وتمام وما فيهاش اي مشاكل، على الرغم ان في ناس كتيرة قوي ما بتستخدمهوش. في شركات كبيرة جدا ممكن تاخد مبالغ كبيرة وتوصل لك. في حاجات تيجي تاخد المنتج من بيتك وتوصله من بيت لبيت. فموضوع التوزيع دوت انت ما عندكيش فيه اي مشكلة خالص. يبقى احنا كده شفنا المنتج بتاعنا، وتاني حاجة شفنا السعر المناسب بتاعنا اللي احنا هنقدر نحط المكسب القليل علشان نقدر نوزع كتير. دايما بقولها وهقولها لكم على طول على فكرة في كل فيديو: مكسب قليل بيع كتير. بيعي كتير بس اكسبي في الاول قليل، بعد كده هتلاقي الزباين هما اللي بيجولك وهما اللي بيدوروا عليكي. تالت حاجة عندنا الترويج، ازاي ان انا اروج للمنتج بتاعي، وازاي ان انا انشره في كل مكان، او ادور على الاماكن اللي انا هنشره فيها صح. وده اللي هنتكلم عليه في الفيديو الجاي، ازاي ان انا ادور على الاماكن اللي انا هنشر فيها المنتج بتاعي. واخر حاجة التوزيع، والتوزيع دوت احنا قلنا عندنا شركات كتيرة نقدر ان احنا نوزع عن طريقها المنتج بتاعي، ان هما ياخدوه من عندي من البيت، او ان انا اروح اي مكتب بريد، او ان انا بنفسي انزل اوصل انا المنتج واحط شحن قليل جدا. فموضوع التوزيع ده دلوقتي بقى سهل جدا 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 جدا. اتمنى ليكم بجد ان انتوا تفكروا صح في موضوع الاونلاين. الشغل الاونلاين ممتع جدا 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 بجد، ومكسبه كتير لو انتي فكرتي صح واشتغلتي صح وابتديتي على تدوري على الزباين الصح. فمبدئيا كده احنا في البرنامج بتاعنا هنبتدي نقول المشاكل. انا كنت حابة ان انا اقول لكم التسويق عموما هو عبارة عن ايه، وايه اللي لازم يبقى عندي عشان اشتغل اونلاين، ايه الحاجات الاساسية اللي عندي عشان ابتدي اشتغل اونلاين. هبتدي في الفيديوهات التانية ان احنا نقول كل مشكلة وليها حل، هنقول لكم على كل مشكلة ونحلها ازاي. شكرا ليكم، وانا معاكم في اي استفسارات. شكرا ليكم.